في تاني فيديو من كورس الكمان هقولك على 5 حاجات ممكن تحتاج انك انت تشتريهم لما تجيب الكمانجة بتاعتك. تابع معايا، متنساش تعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا وتدوس على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. فلنفترض انك انت جبت الكمانجة الجديدة ومتبرشمة وكل حاجة تمام، والراجل شدها لك وظبطها لك وسنجفها لك ومروح بقى البيت عشان تطلعها وتعزف عليها وفي قمة الانبساط. لكن اللي انت هتفوجئ بيه ان هي ما بتطلعش صوت. امسك يا عم الكمانجة بتاعتك دي مش شغالة. لكن ده مش هيكون عيب في الكمانجة، ده غالبا هيكون لانك انت نسيت تستخدم حاجة من اهم الحاجات اللي ممكن تكون موجودة معاك في الكمانجة بتاعتك، وهي الالافونيا. الالافونيا بتكون عبارة عن بوكس صغير فيه بودرة متجمدة. البودرة دي بتستخدمها نفس استخدام طباشير ترابيزة البلياردو بالظبط. يا بلياردو. البودرة دي بتفركها على شعر القوس لحد ما يكون كله مليان بودرة. لما ترجع تحرك القوس تاني هتلاقي ان الدنيا تمام. ده السبيل الوحيد ان القوس يطلع صوت من على الاوتار، لان البودرة دي بتساعد على احتكاك الشعر ده بالاوتار فبيطلع الصوت. سعر الالافونيا بيكون 15 جنيه، غير ان هي اصلا بتكون فري مع اي كمانجة جديدة. يعني لما تشتري كمانجة جديدة هتلاقيها موجودة في الكيس بتاعة الكمانجة بتاعتك. الكتافة بتتركب تحت الجسم بتاع الكمانجة، وهي بتساعدك ان هي ترفع الكمانجة شوية عن مستوى كتفك. يعني بدل ما انت اللي تبقى رافع كتفك كده عشان تسند الكمانجة على دقنك، لا، هي الكتافة اصلا بترفع شوية الكمانجة كده، فبيبقى انت كتفك مرتاح بس تقدر تتحكم في الكمانجة بتاعتك بشكل كويس. كمان فيها فايدة ان هي بتخليك تقدر تتمكن انك انت تمسك الكمانجة بدقنك، فايدك تبقى ايدك الشمال تبقى حرة تتحرك على الفينجر بورد براحتها. انا ما عنديش كتافة للاسف، مش بحتاجها قوي، بس هي ضرورية بالنسبة للمبتدئين لو عايزين يريحوا دماغهم او مش حابين الحركة ديت. سعر الكمانجة من 120 ل 150 جنيه، تقدر تشتريها من اي محل بيبيع ادوات موسيقية. احلى وقت تتمرن فيه على الكمانجة هو الوقت بتاع بالليل ده، الساعة 3 كده ولا حاجة الفجر. الكتامة بتتركب في الفرس بتاع الكمانجة وبتكتم الصوت بدرجة كبيرة، فتقدر تتمرن بالليل براحتك او تتمرن اي وقت من غير ما حد يشتمك ولا يقل ادبه عليك. سعر الكتامة بيكون 50 جنيه، تقدر برضو تشتريها من اي محل ادوات موسيقية، او لو عايز تكبر دماغك براحتك بقى انت التونر ضروري في البداية علشان تطلع الأصوات بتاعة الأوتار بتاعتك مظبوطة. كل وتر من دول المفروض يطلع صوت معين. لو انت لعبت في المفاتيح دي الصوت ده هيبوظ، فالتونر بيخليك تلعب في المفاتيح بس تظبط في الأوتار بتاعتك. هو اللي بيخليك تعرف صوت الوتر ده مطلع النغمة بتاعته مظبوطة ولا لأ. في البداية بتحتاج له لأنك انت بتعاني مع مسكة القوس، وبتعاني مع ازاي تطلع الصوت بشكل كويس، فكمان ما يبقاش الاوتار صوتها بايظ. بتحاول تتعلم. طبعا هيكون في فيديو عن ازاي تتون او تظبط الاوتار بتاعتك، بس واحده واحده. التونر حلاوته انك انت تقدر تنزله ابلكيشن على الموبايل، هيكون عملي جدا. وانت بتجرب في المفاتيح طبعا خد بالك عشان الاوتار ما تتقطعش وانت صحيح هتحتاج طقم اوتار زياده. اوتار الكمانجة بتحب تتقطع قوي، خصوصا الوترين دول، المي والسول. فريح دماغك واشتري طقم اوتار زيادة هيعمله 50 جنيه مثلا ولا حاجة، وخليه معاك كل ما وتر يتقطع تغيره على طول وتكون جاهز. وطبعا هيكون في فيديو عن ازاي تغير الوتر بتاع الكمانجة بتاعتك. دلوقتي انت مستعد تتعلم ومفيش اي حاجة هتوقفك. دلوقتي دورك في الكومنتس ان انت تقولي ايه هي الحاجات اللي انت جبتها والحاجات اللي مقدرتش تجيبها. هل مثلا نزلت التونر على الموبايل؟ هل اشتريت الكتافة ولا لا؟ يا ريت تسيبولي كومنتات تعرفوني ايه اكتر حاجات جبتوها وايه اكتر حاجات لا. متنسوش كمان تشوفوا الفيديو اللي جاي هيتكلم عن ازاي تمسك القوس بشكل كويس. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل وتابعوا الفيديوهات. شكرا.